الا ما كيصدقلكش البطبوط من اليوم غيبقى يصدقلك، كيجي مفشفش كما كتشوفوا معايا ورائع. بانجح وصفه غادي نعطيها لكم ديال البطبوط. فقط تبعوا الطريقه وان شاء الله غينجح معكم من اول مره. كيجي خاوي من الداخل وكيجي مفشفش كما كتشوفوا معايا. عندي جوج زلايف ديال الدقيق، زلافه ديال السميده الرقيقه، الملحه والسكر سنيده، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، جوج معالق ديال الزيت، وكنضيف معلقه ديال حليب بودره. كتعطيه واحد الهشاشه زوينه. الا ما بغيتوش ديروها ما كاش عندكم ماشي ضروري. كتعجنوها بالماء دافي مزيان واحد 4 دقائق وكتخليوها حتى كتخمر كما كتشوفوا معايا. كتقسموها على زوج صافي، وكديروا السميده وكتطلقوها تكون رقيقه، يعني ماشي عاوتاني رقيقه بزاف. غادي نوريكم كيفاش. وكتقطعوها على هذا الشكل، كديروها تخمر غير 15 دقيقه وكتبداو طيبوها كما كتشوفوا معايا. المقله ضروري تكون سخونه. فاش كتحطوا البطبوط ديالكم غير كتحطوه تبداو تقلبوا فيه هكذا باش كيتنفخ معاكم